جات لي استفسارات كتير من أصحاب الاسكوترات الكهرباء عن الكنترول. الناس فاكرة لما الكنترول يبوظ، سواء مثلا ده أو ده أو ده، فأنا هروح أجيب كنترول شبه واحد من الاتنين وأوصل نفس الفيش. طبعا الكلام ده مش مظبوط نهائيا. تعالى كده مثلا، دي فيشة الكنترول ده، تعالى نجربها هنا كده. زي ما انت شايف كده ايه، ركبت عادي في الكنترول. طيب تعالى نجربها في كنترول تاني. ركبت برضو. تعال نجربها في الكنترول بتاعها الاساسي اللي جايه بيه، ركبت. طيب دي فيشة كنترول تاني، تعال نجربها هنا، ركبت. طيب تعال نجربها هنا، ركبت. طيب انا عايز اوصل لك ايه من الفيديو؟ ان دايما الكنترولات اللي شبه بعض دي هي متشابهه اول حاجه في حاجه واحده بس، ايه هي؟ الثري فيزز بتوع الموتور والبطاريه. طيب بالنسبه للفيشه بتاعت المين كنترول والفيشه بتاعت الهول سنسور والفيشه بتاعت السبارك او التوزيع، كل كنترول ليه تقسيمه فيشه مختلفه. هتلاقي دي تختلف عن دي، تختلف عن دي، تختلف عن دي. يعني مش ان انا اجيب الفيشه، غيرت الكنترول فاجيب الفيشه واركب، لا، ده انت ممكن تحرق الكنترول في لحظه. وحصل بالفعل، الناس كتير حرقت الكنترول بسبب الحركه دي. فما ينفعش انا اجيب كنترول نفس الفيش بس مش نفس البيانات او مش نفس اي حاجه واقول انه هيشتغل هي نفس الفيش. لا طبعا، الفيش دي بتحتاج تعديل. هتلاقي الفيشه دي مختلفه عن الفيشه دي، مختلفه عن فيشه الكنترول ده، مختلفه عن فيشه الكنترول ده، مختلفه عن فيشه الكنترول ده. فدي كانت نقطه توضيحيه عشان ناس كتير حرقت حساسات وحرقت مقبض تزويد السرعه بسبب الحركه دي. وممكن على فكره في احيان تطير الكنترول او تحرقه. خد بالك من المعلومه دي، او خد بالك من النقطه دي عشان ما تغلطش وتلاقي نفسك ان انت كلفت نفسك كتير قوي عشان تعمل حاجه انت مش واخد بالك منها. دي معلومه توضيحيه. اتمنى ان انت تعمل شير للفيديو عشان اكبر عدد من الناس يستفيد، واكبر ملاك للسكوتر الكهرباء يستفيدوا من القصه دي.